سر من اسرار الكوريين لتفتيح ونضاره البشره وكمان توحيد لونها، والنتيجه بجد ما حصلتش. انا فرحانه جدا بالفيديوهات دي لان هي بمكونات طبيعيه، بمكون او اتنين، وكمان اسعارهم بتكون رخيصه جدا وممكن تكون بدايل لمنتجات غاليه كتير. وبالعكس انا حاسه النتيجه هنا بتكون افضل بكتير. اول حاجه الكوريه القمر اللي بشرتها بتلمع دي عملت ايه؟ جابت بضايه وفصلت الصفار عن البياض وخدت البياض، واحنا قلنا قبل كده ان البياض ده بيكون فيه نسبه من البروتين والكرياتين اللي بيعمل نضاره للبشره وبيشد البشره. ده كمان انت لو سبت الماسك ده يلزق على بشرتك شويه وحطيتي مناديل وجيتي تشديه، لو عندك رؤوس سوداء او رؤوس بيضاء او دهون، بياض البيض هيعالجها لك. وبعد كده جابت جل الصبار وحطيته على بياض البيضه، واحنا طبعا متكلمين كتير جدا عن جل الصبار ان هو بيرطب البشره وممكن تستخدميه علشان تعالجي الحبوب، علشان ينشف الحبوب. كمان بتستخدميه قبل ما بتعملي الشيفنج لبشرتك. هو ليه مميزات كتيره جدا ومتكلمه عليها في فيديوهات كتير علشان ما نفضلش ان احنا نرغي ونحكي كتير. جابت بقى بياض البيضه وحطت عليه جل الصبار وفضلت تعمل ميكس بينهم جامد جدا جدا. بعد كده نضفت بشرتها، يعني لازم تحطيه على بشره تكون نظيفه، ما ينفعش تكوني حاطه ميك اب على بشرتك، ما ينفعش تكوني عامله اي حاجه على بشرتك. لازم تغسلي بشرتك الاول وتتاكدي ان هي صافيه ما فيهاش اي حاجه خالص علشان تستفادي بالماسك وما تجيبش نتيجه عكسيه. وبعد كده حطيتهم على بشرتها وسابتهم نص ساعه وغسلت بشرتها، والنتيجه زي ما انتم شايفين. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير علشان اكبر قدر من البنات تستفاد، وقولوا لي رايكم في الكومنتات، ولو محتاجيني اعمل فيديو معين اكتبوه لي وهعمله معاكم. كانت معاكم آلاء جمال سكين كير اند هير سيرفيس، مع السلامه.